السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين ليوميات مونيمون. النهاردة هنعرض سوا مجموعة من أجمل الوصفات للأسماك والمأكولات البحرية على قناتي. هجيب ملخص كده عن كل وصفة نزلتها على القناة، وهتشوفوا الوصفة كاملة على القناة إن شاء الله. دي أول حاجة، سمكة الوقار في الفرن بالخضروات بقى وبالتتبيلة بتاعتها اللي احنا عارفينها بتاعت الأسماك. دي كل التتبيلة اللي احنا بنستخدمها مع السمك. هتشوفوا شكل السمكة احنا قطعناها كده علشان يدخل فيها التتبيلة بتاعتنا، مجموعة التوابل بتاعتها مع زيت الزيتون، مع هنحط بقى كده شوية كزبرة على ليمون. هتلاقوا الطريقة كاملة موجودة معاكم على القناة ان شاء الله. سمكة الوقار في الفرن بالخضروات، وهنزل لكم في البايو هتشوفوا كل اللينكات بتاعت الوصفات دي. شايفين شكلها بعد ما طلعت من الفرن؟ حاجة تفتح النفس. هنعمل ايه هنا؟ الرز ده هنعمل بيه ايه؟ هنحشي ايه؟ هنعمل الميديا التركي، أكلة تركي تتباع في الشوارع هناك وطعمها تحفة قوي قوي قوي، ببلح البحر. دي طريقة، ده شوربة مبهرة هنضيفها على الرز، والطريقة برضو كاملة موجودة، وحط لكم لينك الطريقة بتاعتها، طريقة الميديا التركي. دي تاني وصفة بتاعتنا من المأكولات البحرية، حلوة جدا وهتعجبكم، وهتلاقوا التفاصيل بتاعتها موجودة كاملة. ده بلح البحر ازاي هنفتحه بالطريقة اللي ما تتكسرش بيها العضلة بتاعتها. هنكسر العضلة بتاعتها بحيث ان احنا نفتحها ونقفلها تاني، ونعرف نتحكم فيها ان احنا نحشيها الرز ده. قد ايه وصفة حلوة قوي وجميلة وهتعجبكم جدا. دي الميديا التركي هناك كده بتسمى الميديا، واشهر واحد بيبيعها هناك في تركيا اسمه مدياتي احمد. طريقتها هتعجبكم جدا، هتجربوها. شفتوا الطريقه اللي هكون بفتح لكم بيها بلحه البحر عشان نكسر عضله انها تتفتح وتتقفل تاني؟ لو فتحناها ممكن ما تقفلش تاني، بس في طريقه انا هتظهر لكم كامله في الفيديو اللي نازل فيه طريقه الميديا التركي. ايه رأيكم في شكلها وطريقة التسوية بتاعتها وكل حاجة، والصوص اللي هنحطه عليها؟ حاجة تحفة وأكلة جديدة جدا وهتعجبكم. شكلها حلو قوي ويفتح النفس، ومن الحاجات اللي بتعتبر غالية جدا لو جبناها من بره. تاني حاجة ندخل بيها سمكة القاروص القمر دي بالزيت والليمون في الفرن، وهنعمل معاها كمان مجموعة سمك كده في عزومة كانت رائعة. عملت السمكة الرئيسية القاروص، ومعاها بقى عملت شوية مكرونة وبولتي وبربون مقلي معاه، ورز السمك طبعا والطحينة والكلام ده كله. دي فكرة حلوة قوي لعزومة سمك بصراحة، قد ايه جميلة وبتطلع حلوة قوي. برضو الطريقة كاملة هنلاقيها موجودة. ندخل بقى على حبيب الكل، الجمبري. هنعمل طاجن الجمبري بالخضروات في الفرن. طبعا هيبقى موجود طريقة تنظيف الجمبري من كيس الرمل بتاعه، وشايفين شكل الخضروات والحاجات اللي معمولة متقطعة متجهزة. حاجة تفتح النفس. كل طريقة من طرق الأكلات دي هتلاقوها كاملة على القناة. يا رب تعجبكم، وبحبيت أفكركم بمناسبة الصيف والمصايف والسفر والبحر، قد ايه أكلات السمك من الحاجات اللي جميلة جدا ومفيدة وصحية. ومع دخول المدارس كمان احنا عايزين نهتم بصحة ولادنا والصحة الذهنية والفسفور والحاجات الصحية والمفيدة. الأسماك كلها قد ايه فوائدها وخفيفة وحاجة كده جميلة قوي، مهما اتكلمنا عنها مش هنقدر نقول قد ايه فوائدها. شايفين كمية الخضروات اللي اتجهزت واتحطت معاها؟ حاجة كده يعني عايزين نقول احنا بندور على الأكل الصحي، الأكل اللي احنا بنعمله بإيدينا. طبعا الحاجات بقت غالية جدا بره، برضو لما بنشتريها هي برضو مش رخيصة، لكن بنوفر بقدر المستطاع، بنعمل حاجة حلوة قوي على نفسهم.
وكمان يعني احنا بنحس ان احنا قدرنا نعمل لهم حاجات. يعني لو احنا هنطلب بره هناكل مثلا نص كيلو من الجمبري ده، احنا ممكن بالتكاليف كلها دي هنعمل كيلو بقيمة النص كيلو اللي جبناه جاهز. فاحنا كده بنجتهد ان احنا نعمل كل حاجة حلوة وبالامكانيات المتاحة. مش قصدي على الجمبري بس، اي نوع من السمك، ان ما بقاش فيه حاجة رخيصة. فشايفين هنشوف احنا كده ظبطنا الجمبري وحطينا الخضروات معاه والتتبيله بتاعته كلها، وهيدخل الفرن بقى ونشوف الشكل بتاعه وهو لما يطلع وهو مستوي. حاجه تفتح النفس يعني. زي ما احنا شايفين كده طاجن بيتعمل بمزاج. الجمبري ده بالذات كده من الحاجات اكلات المزاج. انا بالنسبه لي كل الاسماك مزاج عندي، بحب السمك بكل انواعه، وفي البيت عندنا كده برضو. يا رب كده اقدر افيدكم بيها. قلت افكركم ونرجع كده للفيديوهات اللي موجودة عندنا على القناة، واي وصفة سمك فيها هتلاقوها ان شاء الله موجودة بكل تفاصيلها، بالتتبيلات، بكل حاجة احنا بنستخدمها فيها. شايفين الجمال؟ حاجة كده تفتح النفس. هنغطيه واكون مسخنة الفرن بتاعي طبعا. شايفين الجمال؟ دايما احنا لما بنحط حاجة ما نحطش الفويل بتاعنا مباشرة على اي اكل، بنحط ورق الزبدة علشان الفويل ما يتفاعلش معاه. وكده احنا بنحتفظ بالسخونة اثناء التسوية، بياخد وقت اقل. ايه رأيكم؟ فاضل بقى اكلة تاني كمان جميلة اوي، بس اما نشوف شكل الجمبري بعد ما طلع من الفرن. ايه رأيكم في الجمال ده؟ حاجة بقى يعني ما اقدرش اتكلم. شكل الجمبري بيتكلم وبيقول ايه الحلاوة دي. ايه رأيكم؟ وبعد كده هندخل على الكابوريا. الكابوريا جبتها وجهزتها ونضفتها ودخلتها في صاج كده في الفرن، بس بتستوي من غير اي حاجة. شوفوا الجمال، شوفوا الشكل. طريقتها موجودة وسهلة، وعملتها مرة كده ومرة عملتها برضو بالبخار. ده بقى الغالي كله السلمون بقى، يعني شرايح السلمون دي بقى في الفرن، مشوية في الفرن، تتبيلة خطيرة. برضو الطريقة موجودة على القناة، هكتب لكم في البايو اللينكات كلها وهتعجبكم. وكابوريا الفرنساوي دي طبعا، بس ايه ما صورتلكوش الطريقة بتاعتها كاملة، بس دي جميلة. ويا رب تكون عجبتكم الوصفات دي. نتقابل تاني مع احلى وصفات بالهنا والشفا عليكم. مع السلامة.